هاكر مصري بيهكر القناة ال 14 الإسرائيلية وبيشغل فيها أغنية بلادي بلادي. تعال أقول لك إيه اللي حصل. القناة ال 14 الإسرائيلية كانت بتذيع برنامج عادي خالص، فجأة الإرسال بتاع القناة اتوقف واشتغل فيها أغنية النشيد الوطني بلادي بلادي. اللي عمل كده هاكر مصري واسمه أحمد عثمان، وما اكتفاش كمان إنه يشغل النشيد الوطني بلادي بلادي على القناة الإسرائيلية دي، لا ده كمان كتب لهم بالبنط العريض كده: نرفض تهجير إخواتنا في غزة، وكتب كمان فلسطين حرة. طبعا يعني في موقف طبعا احنا مش بنشجع على حتة الهكر والكلام ده كله، انما لما يحصل من واحد مصري بطل عالمي عبقري في الاسرائيليين ده، لا احنا نشجعه ونشجعه بالجامد كمان. قولولي بقى في الكومنتات، كنتوا تعرفوا عن الهاكر المصري احمد عثمان ده ولا لا؟ وايه رأيكم في اللي هو عمله؟